المستشار الألماني راح الهند من كام شهر علشان يوقع اتفاقية. الاتفاقية دي هدفها إن ألمانيا تستقطب عمالة ماهرة جديدة بالتحديد من الهند لألمانيا، وألمانيا على أساس الاتفاقية دي رفعت عدد تأشيرات العمالة الماهرة للهنود من 20,000 ل 90,000 تأشيرة في السنة، يعني ضربت الرقم في أكتر من 4 أضعاف. وده مش مجرد خبر، ده قرار استراتيجي لألمانيا تفتح فيه الباب لدولة معينة تخليها أسرع من أي حد تاني. لو أنت بتدرس أو أنت خريج جديد وبتفكر إن أنت تهاجر أوروبا أو ألمانيا تحديدا في المستقبل، غالبا هتسأل نفسك ده معناه إيه بالنسبة لك؟ وش معنى الهند اصلا؟ وهل السفر بقى اصعب من المستقبل او ان حد يلاقي شغل بشكل عام في اوروبا او المانيا تحديدا؟ عشان كده في الفيديو ده انا عايز اكلمك على كل التغييرات المهمه اللي حصلت من بدايه السنه بخصوص قوانين الهجره في المانيا، عشان لو انت ماشي في خطه سفر او انت لسه بتاخد القرار وحاسس انك تايه وقلقان من المستقبل، فالفيديو ده هيحاول يجاوب ببساطه ايه بالظبط اللي انت المفروض تعمله دلوقتي. لا اول مره تشوفني، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري عايش وبشتغل في المانيا بقالي اكتر من 7 سنين، والفيديو ده هيبقى فيه خلفيه بالارقام عن كل حاجه بتحصل بعيد عن الشائعات او اي راي شخصي مني. من اول السنه في شويه تغييرات مهمه في الاقتصاد بتاع المانيا، وكمان اللي الحكومه بتغيره بالنسبه للقوانين بتاعه الهجره، منهم ان هم غيروا قانون التجنيس، رجعوه بمده اقامه بحد ادنى 5 سنين بعد ما هو كان 3 سنين قبل كده في 2024. لو انت بتتابع الاخبار بشكل عام يعني في الدنيا هتعرف ان الاقتصاد بتاع المانيا كواحده من اكبر الدول في اوروبا مريح بقاله سنتين 3 اللي فاتوا بسبب عوامل مختلفه، منها الحرب بتاعه روسيا واوكرانيا. من زمان الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد مش بينمو زي ما هو كان بينمو، وبالتالي مفيش عجز كتير زي الاول. طيب ايه علاقه موضوع الشراكه مع الهند ده؟ اول حاجه الاتفاقيه دي مش جديده، الاتفاقيه دي متوافق عليها من 4 سنين في 2022، وبعد كده دخلت حيز التنفيذ في 2023، ان هم عايزين يعملوا برنامج اسمه شراكه الهجره والتنقل، وحطوا خطه اسمها فوكس اون انديا اللي هو ركز على الهند. لخص يعني الشراكه دي ان في مميزات لاي حد في الهند بيفكر ان هو يهاجر لالمانيا. مميزات زي ايه؟ ان هو بياخد تاشيره العمل بسرعه جدا، بياخد التاشيره في خلال اسبوعين بدل ما هو يقعد يستنى 9 شهور لو هو مقدم على تاشيره عمل، معناها ان هو دور على شغل ولقى حاجه في المانيا. تاني حاجه الاجراء بتاع تعديل الشهاده، في شهادات كتير لو انت دارس بره الاتحاد الاوروبي فبتضطر ان انت تبعت ورقك ان هو يعتمد علشان يعادل الشهاده في المانيا، او يعني يعترف بيه ان انت تشتغل بيه في المانيا. دي برضو حاجه بتاخد فلوس كتير وبتاخد وقت طويل، تاخد شهور على ما يجي لك رد من المكتب، عشان هو مكتب واحد في المانيا انت بتبعت له اونلاين وكده. دي برضو بقت اسرع. تالت حاجه عروض كورسات الماني بفلوس رمزيه او فلوس رخيصه عن طريق فلوس برضو بتتضخ في المؤسسات اللي هم المانيا يعني مشاركه معاها في الهند. فوق كل ده من اول السنه اللي فاتت اللي هو من اول 1 2025 خلوا عمليه التقديم ديجيتال بالكامل، يعني هو ما بتروحش القنصليه ولا بتعمل مواعيد ولا تستنى، بتقدم كل حاجه ديجيتال لحد ما يجي لك الفيزا. كل ده خلى ان اي حد بيفكر ان هو يسافر المانيا في الهند بقى اسهل واسرع بكتير، علشان انت بتلاقي ناس تقول لك هو الطريق فين، يعني ايه الخطوات بالظبط المفروض اعملها. ما عادش يعني ايه زي صندوق اسود كده انت معتمد مثلا على تجارب الناس على الفيسبوك او تجارب ناس زي مثلا بتتكلم على النت ان انت تسمع منهم ايه الافضل او ايه الحاجه انت المفروض تعملها. لا، بقى في فلوس بتتصرف ان في ناس بتاخد استشارات ازاي انت تسلك الطريق بالظبط على حسب البروفايل بتاعك. وبشكل عام المانيا او القنصليات بقت بتدي تاشيرات اكتر بكتير من الاول، فوصل العدد اللي احنا لسه قايلينه ان هو وصل 90,000 تاشيره في السنه بعد ما كان حوالي 20,000 بس. ده رقم طبعا كتير جدا مقارنه بدوله بره الاتحاد الاوروبي يعني. طب ليه الهند بالذات؟ يعني هو ليه المانيا راحت قررت ان هي تعمل الشراكه دي مع الهند وما فكروش مثلا ان هم يعملوا شراكه زي دي مع دوله زي مصر مثلا، دوله كبيره برضو، او دوله زي المغرب او اي دوله عربيه تانية؟ في نقطتين في الموضوع. اول حاجه البديهي يعني ان الاقتصاد لسه فيه عجز، او يعني وزاره العمل بتقول ان احنا محتاجين لسه 7 مليون عامل ماهر، او يعني حد يجي يهاجر لالمانيا من بره الاتحاد الاوروبي او من بره المانيا بحلول 2035. يعني هو لسه في عجز حتى مع ان الاقتصاد مش قد كده، وفي ناس كتير بتبقى جوه المانيا بترفض من وظائفها. مع كل دوت لسه في عجز في وظائف كتير جدا هنتكلم عليها لسه قدام. الهند بقى عندها حل طبيعي للموضوع ده، ان هم كتير قوي، في مليون شاب متعلم في الهند بيخش سوق العمل كل شهر. ده رقم ضخم، يعني هو مليون شاب متعلم يعني مليون حد ممكن يخش سوق العمل، ده قد مثلا كل خريجين جامعات في دوله زي مصر في سنه كامله. يعني كل الخريجين اللي مصر بتطلعهم سنه كامله الهند ممكن تطلع زيهم مثلا في شهر. ففي طلب عالي جدا. ومش بس كده، الهند بتطلع ناس بتدور على شغل في التخصصات اللي المانيا محتاجاها او التخصصات اللي فيها عجز كبير، اللي هم الثلاث القطاعات الاساسيه: الهندسه والصحه والاي تي. هم عندهم العرض اللي يغطي دوت. السؤال هنا ده مهم ليك ان انت تعرفه ليه ده، يعني خلاص قرار مثلا او توجه بتاع الحكومه، ليه مهم نفهم ده ببساطه؟ عشان الكلام ده بيأثر على الاقتصاد. ويطرح سؤال: هو المانيا فعلا محتاجه كل العماله دي ولا دي مجرد ارقام؟ يعني نفس المستشار الالماني اللي احنا لسه متكلمين عليه ده بيطلع يقول مثلا كلام شعبوي في التلفزيون، يقابل رئيس سوريا ويقول لهم احنا هنرجع 80% من السوريين سوريا. طب منين الاقتصاد عايز مهاجرين ومنين هم بيقولوا كلام زي ده؟ جزء كبير منه برضو كلام فارغ، عشان في نسبه كبيره جدا من اللاجئين السوريين مثلا اللي في المانيا بييجوا يتعلموا اللغه وبيقعدوا يشتغلوا وبيشاركوا في الاقتصاد بشكل كبير جدا، بس هم بيحبوا يقولوا الكلام ده علشان سياسه وانتخابات وكده. ما علينا، الحقيقه الارقام بتقولوا ان في عجز كبير في قطاعات كتير. النقص ده حقيقي ومؤثر: قطاعات الصحه والتمريض والهندسه، للقطاعات الحرفيه، قطاعات حرفيه الوظائف بتقعد فيها ما بتتملاش لاكتر من 300 يوم، يعني اكتر مثلا من
من 9-10 شهور بتبقى الوظيفه اللي نازله ومش لاقيين حد يملاها. بس برضه عشان تكون فاهم، وانا اتكلمت في الموضوع ده بتهيألي في فيديوهات قبل كده، ان مش معنى ان في وظيفه شاغره هم هياخدوا بيها اي حد، لا، هو لازم اللي يجي يملى الوظيفه دي في الاخر هيكون برضه الشخص اللي عنده المؤهلات الاساسيه ان هو يشتغل الشغلانه دي، من اهمها اللغه. يعني لو انت هي وظيفه محتاجين حد بيتكلم الماني، فمش هياخدوا حد ما بيتكلمش الماني. علشان كده اللغه هي العنصر الاساسي اللي ممكن يخليك تبدا طريقك في المانيا صح، او ان انت فعلا تحقق الحاجه اللي انت عايزها وتشتغل في الحاجه، سواء ان انت اخد فيها تعليم او ان انت تبدا انت تتعلم برنامج تدريب مهني او تدرس جامعه وبعد كده تكمل على ذلك. لو انت بتتكلمش لغه فهو الوضع لا يعني ما زال صعب، مش بيعزي مثلا حاجه يقول انه انا مش لاقي شغل رغم ان البلد بتقول ان هو في وظائف كتير. فالنقطه دي يعني تبقى انت اخد بالك منها. السؤال هنا تعمل انت ايه بقى النهارده لو انت بتخطط ان انت فعلا تبدا مستقبلك في اوروبا او في المانيا؟ الحقيقه الموضوع بيتلخص في 4 خطوات بسيطه بس مش سهله. بسيطه معناها ان هو خطوات واضحه. اول حاجه ان انت تقرر القطاع اللي انت بتشتغل فيه او الوظيفه اللي انت تطمح ان انت تشتغل فيها وان انت تكمل المسار المهني بتاعك فيها. ده بيختلف على بروفايل او حياه كل واحد فينا. يعني في ناس بتبعت لي مثلا تسالني هي بتدرس او دارسه تخصص معين وبعد كده هي مش عارفه تكمل ازاي عشان هي مش عارفه ايه اللي انا ممكن ابداه او ابني عليه فوق الشهاده اللي معايا مثلا اللي انا اخدتها من مصر. فعشان كده دي حاجه انت محتاج ان انت تحددها من الاول. لو المهنه بتاعتك دي سهل ان انت تشتغل بيها بشكل مباشر في المانيا، زي ان انت مثلا تكون صيدلي، طبيب، مهندس، دي حاجات انت ممكن تعمل معادله لشهادتك وتشتغل بيها على طول لو انت عارف ان في سوق عمل المهنه بتاعتك دي. انا مثلا صيدلي لما جيت سافرت كنت عارف ان في عجز كبير في الصيدله. لو انا خدت رخصه مزاوله مهنه كصيدلي هعرف اشتغل بسهوله جدا عشان خلاص هي الحاجه اللي بتؤهلني للعمل هي بس مزاوله المهنه بتاعي. فانا همشي في طريق ان انا اعدل شهادتي وبعد كده ممكن اشوف انا عايز اعمل ايه لو انا عندي طموحات تانية في المسار المهني بتاعي. وده الطريق السهل لمعظم الناس علشان انت مش محتاج ان انت تقعد تفكر انا مش عارف اعمل حاجه بالشهاده بتاعتي مثلا دي في المانيا فمحتاج بديل تاني ابداه من الاول. فان انت تقرر القطاع ده هو بيعتمد ان انت بتشوف حاجه او وظيفه فيها عجز كبير في المانيا، والمعلومه دي سهل ان انت توصل لها من على النت بسهوله يعني ببحث بسيط. انا عملت فيديو تاني قبل كده عن التدريب المهني هحطه تحت في صندوق الوصف بيقول لك انت ازاي تدور على حاجه زي دي. بعد ما تقرر اوكي انا همشي في السكه دي، يعني انا همشي ان انا هروح اسافر على اوسبيلدونج تدريب مهني، او ان انا هعدل مثلا شهاداتي وهدور على شغل في الحته الفلانيه، او ان انا هسافر دراسه، تبدا ان انت تتعلم اللغه. يعني انا شايف ان هو تتعلم الماني ده هو ده الافضل حل ان انت تبدا مسارك المهني في المانيا، وده اللي هيفرقك عن 90% من الناس اللي بيدوروا على شغل. انا اشتغلت وظائف كتير جدا في المانيا من ساعه ما جيت ودرست ماجستير، وبعدها اشتغلت في وظيفه ثانيه بعيده عن مجالي. في كل الاوقات اللي كنت بغير فيها الوظائف بتاعتي كنت بشوف ده في سوق العمل ان الناس اللي بتتكلم الماني هم بينافسوا على 90% من الوظائف، والناس دول هم عباره عن 10% من الناس اللي في الماركت. في ناس كتير جدا في الماركت بيبقوا بيدوروا على شغل البوتل نيك ولا او عنق الزجاجه يعني بتاع البحث عن وظائف هي اللغه يعني. فلو في حاجه اتغيرت ان هي بقت اصعب من زمان هو موضوع اللغه ده، ما عادش فيه بسهوله جدا ان انت تلاقي شغل بالانجليزي، فالالماني هيسهل عليك حاجه كتير جدا. بعد ما تمشي في السكه دي وتكون قطعت نص الطريق فخلاص انت بتشوف ان ازاي هاخد فيزا او ان ازاي هحصل على فيزا ان انا اسافر المانيا التاشيره. ساعتها بيجي يعني العقبه الثانيه اللي هي بعد اللغه اللي هي الفلوس دي. لو انت معكش فلوس ان انت تجمع الحساب المغلق، وده طبعا مبلغ كبير جدا مفيش حد بيبقى يعني سهل ان هو يوفره لو هو لسه صغير او خريج جديد، ممكن تشوف ايه الطرق الثانيه اللي انت ممكن تسافر بيها من غير حساب مغلق. ممكن تعمل دراسه مزدوجه، ممكن تسافر على عقد تدريب مهني تاخد بيه مرتب من الاول فبيغطي المصاريف تكلفه المعيشه بتاعتك اللي السفاره بتطلبه. ممكن تسافر بحساب مغلق لمده 6 شهور لو انت مسافر على فيزا زي مثلا شونسن كارتا او بطاقه الفرص. تاخد بالك جدا لو انت هتقدم على فيزا دي علشان دي ممكن تبقى فخ لناس كتير لو انت مش عارف انت رايح تعمل ايه، عشان انت 6 شهور دول محتاج ان انت تلاقي شغل على طول وتغير الاقامه بتاعتك. لو ما لقيتش شغل هيبقى الوضع صعب. فلو انت عندك خطه فانت ممكن تقدم على نوع الفيزا دي وتكون مرتب ان انا عارف بنسبه 90% لما اروح ان شاء الله على الفيزا هعرف الاقي شغل بسهوله، ما كنتش انت اوريدي بتعمل عمليه البحث دي من وانت لسه في مصر. انا رايي الشخصي بالنسبه للتغييرات اللي بتحصل بشكل عام في العالم والقوانين اللي بتحطها اوروبا ان الدنيا مش بتقفل، يعني مفيش باب مش بيقفل في وشك، بس الدنيا بتتنظم عن الاول والفرص بتروح للناس اللي جاهزه هي عارفه هي عايزه ايه وبتشتغل على نفسها علشان تنجز في الوقت. انما لو انت متخبط ولسه مش عارف اتحرك ازاي فالوضع مش هيبقى كويس بالنسبه لك، خصوصا ان في وظائف كتير بالفعل الذكاء الاصطناعي بيحولها، يعني مش بيلغيها بس بيحولها لوظائف تانية. الناس اللي بتكسب في المعادله دي هي الناس اللي عارفه ازاي ان انا ابني قيمه ليا في السوق، ان انا يبقى عندي مهاره هكون ليها قيمه سواء في بلدي الام او في المانيا او في اي حته. لو انت عندك اسئله او راي تاني في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ممكن تقول لي تحت هنا في الكومنتات، احب اسمع منك. لو الفيديو ده عجبك ممكن تشاركه مع حد تاني انت عارف ان هو بيفكر يهاجر لالمانيا، وما تنساش تشترك في القناه عشان تساعدني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. بس واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.